السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. من الفيديو اللي فات جايه لكم النهارده بتحدي جديد برضو مع بطه هي لو عايزين نغيرها اكتبوا لي في الكومنتات. بس النهارده التحدي مختلف شويه. النهارده التحدي على استيك جيلاتي. طبعا الجو حر وشوب ومراوح مش عامله اي حاجه. قلنا بقى لما نعمل تحدي على جيلاتي هي 3 وانا 3 وراهم لي بطه. هي طبعا زي ما قلت لكم بقى على الجيلاتي نبدا بقى التحدي عشان عشان الجيلاتي من كتر الحر بيسيح. يلا بقى نبدا بقى التحدي ونشوف برضو مين اللي هيخلص الاول. بس التحدي المره دي مختلف. طبعا اللي هضحي عشانكم. عارفه لو ما وصلتش الفيديو 100 لايك مش عارفه اعمل فيكم ايه. صح الاول قبل ما اقول لكم اللي هيكسب هيبقى المكسب بتاعه ايه، نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو زي كنتوا تشجعوني بيه. ويشرب ايه، هضحي ده بمصروف بيتي، ده انا جوزي هيطلقني النهارده. وصلوا 100000 لايك، 100000 وصلوا 1000 لايك. بص انا غلبانه وبريئه. بص يا لهوي ده اللي مهيسه. الحق اشرب. اللي هيكسب هياخد ال 100 جنيه ديت، واللي هيخسر في عقاب جامد قوي. بس مش احنا بقى المره دي اللي هنحدده، انتوا اللي هتحددوا في الكومنتات. اللي هيكسب هياخد ال 100 جنيه واللي هيخسر انتوا اللي هتحددوا العقاب بتاعه ايه، وهننفذه الفيديو اللي جاي. طبعا ايه ال 100 جنيه ايه 1 2 3 4 مش عارفه بتحب اصغرك كتير ولا الايام دي. بالراحه يا اما. لو لقيت حاجه في الارض هكسرك. المره اللي فاتت مش قادره اقول لكم لقيتها دمرت لي الارض، كانت بتاكل الارض كشري والله. يا لو ده ساعه قوي. مش عارفه المره اللي فاتت قلت لكم انا اللي هكسب، شكل المره اللي هخسر. ما بتاكلوا. يا لهوي. ينفع لكم يساعدني؟ خدي حبيبي. ابني. عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات عايزين تحديات تاني. بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات وما اتاخرش عليكم. يا لو دي خلصتها. انا بتخلص يا لهوي. دي بلاعه. جاهز المانجا طعمه حلو قوي. الورقه بتاعته. يا ماما هقول لكم على سعره بس في الاخر. يا ماما تخلص. وتكسبيني وتعضيني. فيديو العض راح لحاله. المره دي هما اللي هيحكموا في العقاب. يا لهوي ان شاء الله. انا تخلص والله انا تخلص. يا بلاعة يا لهوي. ابني بلاعه بلاعه. تعالي. لا والله. خلصت. الله. طب يا لوكا. افتح. ايوه اللي هيكسب فيها والله. عادي دلوقتي. هي في الخشبه. لا يلا نادى. حط التلات هنا. ادعولي بقى انت هتخسري واخد ال 100 جنيه اهي. بعد ايه؟ صعبة اوي بجد تحدي الجيلاتي، بجد اوي صعبة اوي. ما هيجيلي اللي يا لهوي دي وقعت. كانت تاني واحدة اوي. هرمي الزبالة في الشنطة لسه ماسحة والله وهي ساعدتني. نفسي ارغى معاكم والله. كده تاخد البنت ليه؟ ابني خايف على ال 100 جنيه بتاعت ابوه. في ناس في الفيديو اللي فات كتبت لي خلي جوزك يطلع معاكي. لو عايزينه يطلع معايا اكتبوا لي بقى كومنتات كتير قوي عشان تشجعوا له يطلع معايا.
عشان لغاية دلوقتي في الشجرة. بقي وانا تخلص ثانية واحدة. بيعمل جاع. ضرق. والله. طب وانت لسه واكلها؟ حاضر. ابني كان في عشا الكلب بتاعته قال بقى ايه؟ ده في واحدة فيهم هتسيب بتاعتها. لما خلص ده انا بقى اخدت 100 جنيه، ما هي بتاعتنا اصلا. يا لهوي ادعولي والنبي. يا رب تشرقي يا شيخة. انا مش قادرة. اصبر بقى يا بطة. تعالوا اتكلم معاهم. انت يا لهوي هي اللي خسرت، هي اللي كسبت. يا لهوي. للاسف وقلبي بيتقطع الشنية. بصوا يا لهوي مش قادرة استنى، وجعاني قوي والله. تحدي الجات صعب قوي قوي. الحته اللي بديها 100 جنيه قدامكم اهو. حددوا انتوا بقى في الكومنتات. هاتوا بقى الترابيزه. جميل. حددوا انتوا بقى في الكومنتات عايزين العقاب يبقى ليا ايه، بس امانه عليكم يعني عقاب يبقى خفيف كده، عشان انتوا عارفين بقى ان انا ست بيت ومعايا اولاد وكده، ما تجوش عليا. طبعا بطه عادي عادي ايزي. اتمنى كمان الفيديو كان يكون خفيف على قلوبكم، واتمنى كمان هو يكون عجبكم. دوت مالك ما تاخدوش بالكم منه. خدوا بالكم منه، ما تاخدوش. يا ليه اتهيست والله، اسناني وجعاني قوي من الجيلاتي. عايزاكم بقى تفنجروا في دوت لاكبر عدد من اللايكات، وكمان كومنتات حلوه زيكم تشجعوني بيها. وسامحوني يعني لو التحديات يعني مش اللي هي في الوقت الحالي اللي احنا فيه، بس انا والله بحاول على قد ما اقدر اطلع لكم فيديوهات كويسه، وان انا مثلا اعمل لكم حاجات اللي هي تعجبكم. طبعا سامحوني برضه، انا برضه مقصره في حقكم في حكايه الطبخ، اللي انا عندي ظروف لحد ما الايام ديت. وكمان اخويا هنا يعني جه من الجيش بقاله حوالي اسبوع وماشي بعد بكره، عشان كده بقى بنزل كل يوم عند ماما وكده. لو عايزين كريم يعمل معايا تحدي قبل ما يمشي اكتبوا لي بقى في الكومنتات. اتمنى كمان الفيديو كمان يعجبكم، عايزاكم تشجعوني كتير، وعايزاكم تتابعوني الفتره دي كتير قوي. ان شاء الله ان شاء الله هطلع في فيديو من غير ما نعمل اي حاجه مع بعض، هنتكلم بقى فيه عن يعني شهور فاتت، عن الحاجات بقى اللي حصلت لي، وان انا سبت الشقه ليه، وازاي اللي انا بقيت اتعب كل شويه، واللي انا بغيب عنكم وبعد كده برجع. اقعد يا مالك. هنتكلم عن كل حاجه، وعن الفيديوهات بقى اللي بتعجبكم وما بتعجبكوش، بس ساعتها بقى ترد عليا، عشان ايه الفيديوهات اللي هي بتعجبكم انا هركز فيها، سواء التحديات او المقالب او الطبخ او حتى اللهم صل على النبي الروتين. طبعا لو انتوا عايزين كل دوت هحاول على قد ما اقدر انوع لكم، وان شاء الله ان شاء الله يعني نبدا مع بعض واحده واحده، والقناه تكبر بيكم من بعد يعني بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. وان شاء الله ان شاء الله انا متفائله خير الايام اللي جايه، وان شاء الله يعني كل ما القناه هتعلى كل ما الفيديوهات هتبقى احسن واحسن. انا بحاول على قد ما اقدر ان اخلي لكم فيديوهات كويسه. عايزاكم بقى تشجعوني بقى كتير بقى في الكومنتات، ما تنسوش اللايك للناس اللي بتخش تشوف الفيديو بس ما بتدوس لايك، والله اللايك ما بيكرهش اهو. بص هتدوس لايك كده هتلاقيه عامل كده على طول. عايزه بقى ايه رايكم بقى في الفيديوهات اللي انا بعملها. بحبكم جدا والله من قلبي، ممكن انتوا شفتوني بس انا لسه ما شفتكوش، بس انا بحبكم جدا جدا، واشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وكومنت حلو زي تشجعوني بيه. بحبكم جدا في رعايه الله. اصبروا اوريكم ايه اللهم صل على النبي الكيس بتاع الجيلاتي عشان تجيبوا زيه. هو سعره اقول لكم على سعره ولا لا؟ بصوا هقول لكم في الكومنتات لو انتوا سالتوني سعره كام، بس طعمه تحفه وكمان سعره رخيص. اصبروا اوريكم الورق. فين الشنطه؟ مش عارفه وديتها فين انا. راحت فين؟ احنا ما قمناش وربنا ما قمنا، مش عارفين الشنطه راحت فين. اهي شايفينها؟ هي مالك يا بطه؟ بس المفروض دلوقتي الزغراتي وتهيصي. فرحانه يا بنت، مش عايزه بس ابين لك قيمتي عشان حاسه انت هتشميني بعد. بس المفروض تديها لي ترضي لاختك النهارده تطلع 100 جنيه. باي.